عشان تتجوزي لازم يكون العريس معاه كام؟ لا كتير. كتير. لا لا بهزر. مش فكرة معاه كام، بس هو فكرة انه يحسسني بالامان، يعني ايا كان هو معاه كام. امان ومعهوش فلوس هينفع؟ لا ازاي؟ لازم امان، ولازم اخلاق، ولازم يكون راجل، ولازم يكون بيعرف يحتويني. بس اهم حاجه الفلوس. لا خالص، انا ما قلتش كده، انا قلت امان واخلاق واحتواء. يعني كام مثلا عشان تتجوزي واحد؟ لو انا مثلا واحد متقدم لك 50 مليون مثلا كفايه ولا اقل شويه؟ دولار. دولار. نعرف. والله كله نصيب، كله نصيب. طبعا. بعد دولار دي انا ما متهيأليش ان انت حد هيجي لك. كام في الساحل؟ الساحل لا كتير قوي، وفعلا بالدولار كتير. لا لا الساحل جشع جشع جشع. الدولار ازاي يعني؟ طنطي لي يوم. يعني اكل وشرب وبيتش وتيكتس وكده. 500 $500. دي اقل حاجه. ده انا ما حسبتش الشوبينج على فكره. انت رايحه تعملي شوبينج في الساحل؟ اوف، احلى حاجه للبحر والبيتش تاخدها من الساحل، من البازارز هناك، الحاجات هناك صراحه تحفه. يعني انت عشان تقضي موسم الساحل لا كتير قوي، بس الفتره دي ما بقتش اعرف اروح يعني زي زمان، في بقى عروض وفي مسرحيات وفي مهرجان. يعني رحتي كام مره السنه دي رحت 4-5 مرات تقريبا. مره مثلا فيها كام؟ لا مش ألوفات، حرام، مش ألوفات صراحة يعني. بس بالإقامة ألوفات بتعدي، تصدق أنا ما حسبتش الإقامة. انت اصلا مش اونر، انت كحيانه. قاعده تترسمي علينا وانت كحيانه، يعني مش اصلا ما عندكيش حاجه هناك. ادعي لي بقى يكون واحد عنده أمان واحتواء وأخلاق. بصراحه يعني انت لما انت ما عندكيش وقاعده تقولي لي تترسمي علينا و$500 وبتاع. دي مصاريف كده عادية يعني، كده بتتصرف كده. بصي بما انك ما عندكيش شاليه في الساحل فانا مش هكمل. معاك حق بصراحة، والله معاك حق. حرير عنده شاليه في الساحل. بجد؟ والله فيلا في الساحل. واو ما شاء الله. وارثها ايه؟ عقبالي يا رب، عقبالي. ما هو انا بصرف كتير بقى، انا ما بصرفش كتير كان زماني. لا بصراحه. كنت هقول لك كان زماني عندي فيلا في الساحل، بس لا تو ماتش، اسعار تو ماتش قوي.